السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة والسلام. أنا لما نزلت لكم إن أنا رجلي وجعني خالص يا جماعة، كنت فاكرة إن هما شوية تعب وألم من الروح والجاي والمشي الكتير واللف، بس طلع الموضوع أكبر. يعني رجلي فيها شعرة كده مشعورة أو مجزوعة، يعني حاجة زي كده. وأنا برا امبارح كنت ماشية لسه بقول يا هادي وطالعين، رجلي جزعت تاني تحتي. يعني كانت ألم فظيع، ألم شديد شديد. جيت دهنتها بالفولترين ده، ما عملتش نتيجة ولقيتها ورمت خالص ومش عارفة حتى ألمسها في الأرض. واحدة بنت حلال يعني حبيبتي تواصلت معايا وقالت لي لازم تروحي تكشفي وتطمني على رجلك. أنا بصراحة كنت هطنش ومش ههتم وهأهمل، يعني لأن أنا ورايا التزامات أكتر من الروح والجاي والكشوفات والكلام ده كله، ورايا مسؤولية وعيال وهم تقيل يعني. فبرضه يعني واحدة جارتي لما شافت منظر رجلي قالت لي لا انت لازم تروحي وتكشفي ونشوفوا فيها ايه. المنظر ده صعب ومش عادي، يعني ما مش هيروح بدهان ولا هيروح ببراشيم، لازم إشاعة ولازم. فطبعا يعني دلوقتي زي ما قلت لكم يا جماعة، الإشاعات في المستشفيات الحكومي كانت الأول نافعة الناس الغلابة يعني زي حالتنا كده، وكانوا يعملوا لهم الإشاعة ببلاش. دلوقتي لازم عشان تدخل تعمل إشاعة حتى لو في مستشفى حكومي بتدفع مبلغ زيك زي اللي عملتها برا. فأنا طبعا لما جارتي خدتني وسندتني، بصوا مش عارفة أقول لكم كم المعاناة اللي أنا عانيته عشان بس أمشي خطوتين. وكمان ده ممنوع ان انا اسند، لاني اصلا يعني السند ده ألم مش طبيعي مش طبيعي. اللي جرب هيقول، الناس اللي جربت هتكتب في التعليقات وتقول الألم بتاع الجزع ده عامل ازاي. يعني قالوا لي لا الإشاعة دي بكذا بمبلغ يعني. رحت قلت للدكتور لا انا والله مش في مقدرتي ان انا اعمل يعني إشاعات وكده، فحضرتك يعني شوف اللازم، يعني حتى اي حاجة تهدي الألم اعملها لي. فزي ما انتوا شايفين كده كتب لي كم نوع برشام مسكن وكتب لي دهان ولفلي عليها الجبيرة اللي انتوا شايفينها. انا يعني بصوا حالي وقف كده، يعني حالي وقف، مش عارفة هوكل عيالي ازاي، مش عارفة هسعى على حالنا ازاي. يعني انا دلوقتي اي حاجة هعملها في نطاق المكان اللي انا اصلا ما طايقاش اقعد فيه. والله العظيم انا اتخنقت من المكان اللي انا قاعدة فيه ده، اتخنقت، اقسم لكم بالله العظيم اتخنقت. يعني اللي حصل ده هيجبرني ان انا افضل قاعدة لغاية ما رجلي تبتدي تخف، ويا ريتني هقدر اعمل حاجة كمان. يعني لو جات عليا حاجة مش هقدر اتحرك حتى ولا حوشها. انا حاسه نفسي خلاص مضغوطه ومخنوقه وتعبانه والله تعبانه ومخنوقه. طيب انا هعمل ايه مع عيالي؟ يعني هعمل ايه؟ هخدمهم ازاي؟ هوكلهم ازاي؟ ادعولي الله يخليكم، ادعولي عشان انا مخنوقه. يعني انا كنت لسه منزله لكم وبقول لكم انا المكان ده اتخنقت منه، والمكان ده مش عايزه اقعد فيه تاني، وادعولي ربنا يكرمني وان شاء الله اطلع منه. ادينا هاديكم زي ما انتوا شايفين الوضع، ادي الوضع قدامكم اهو. انا مش عارفه مالي في ايه،
مش عارفة، انا مخنوقة، انا عايزة ابكي واصرخ وخلاص، والله العظيم عايزة ابكي واصرخ وخلاص. حتى عيالي غصب عني مش طايقة كلمة من عيل، ابني جاي يكلمني زعقت في وشه، اعصابي مشدودة، متعصبة مخنوقة من الوضع اللي انا فيه، متعصبة من الوضع اللي انا فيه. مش عارفة، ادعولي ادعولي بالله عليكم ربنا يفرج كربي عشان انا مخنوقة، ادعولي ربنا يفرج كربي. انا يعني انا اصلا من موضوع الفيران واللي حاصل في الاوضة اللي انا فيها دي، يعتبر بنام وانا قاعدة، فجي موضوع رجلي ده كمل عليها. انا حاسة نفسي مهدودة وجسمي تعبان، ومش عارفة هعمل ايه في الفترة الجاية، ولا هوكل عيالي منين، ولا هسعى على حالهم منين، مش عارفة. فوضت امري لله، فوضت امري لله. معلش انا اسفة، اعذروني، معلش انا اسفة والله، بس انا مخنوقة فعلا ومش لاقي حد اتكلم معاه. معلش استحملوني، استحملوا اختكم، وادعولي دعوة بظهر الغيب. يا رب يا ربنا يتقبل منكم، وادعوا لعيالي ربنا يتولاهم كده ويسترها معانا ويسترها معاهم، عشان انا مش عارفة الفترة اللي جاية دي هتحصل فيها ايه ولا هعديها ازاي. مش عارفة، انا مخي وقف من كتر التفكير في اللي جاي. انا تعبانة والله، والله تعبانة نفسيا. خلاص كده يا جماعة، ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير بإذن الله، ويكون حالي اتصلح وحالي بقى احسن. الحمد لله، استودعكم الله.